سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. هنكمل مع بعض المراجعة وحل المحافظات، وعندنا النهاردة المحافظة الخامسة محافظة المنوفية، موجودة في كتاب الأضواء صفحة 242. محافظة مهمة جدا، تعالوا بينا نبدأ. السؤال الأول بيقول لي أي مما يلي يمثل السبعة في 32؟ 7 في 32 يبقى هي دي الإجابة الصحيحة، لأن أنت عندك 7 و32. السؤال التاني بيقول لي 6 لتر كام ملي؟ 6000، لأن اللتر 1000 يبقى 6000. السؤال التالت بيقول لي يومين وساعتين، عايزهم بالساعات. هو اليوم 24 يبقى اليومين 48، زود عليهم ساعتين يبقى 50، يبقى 50 ساعة. الإجابة رقم د. السؤال الرابع بيقول لي مستطيل طوله 4 وعرضه 3 في مساحته. المساحة الطول في العرض، يعني الأربعة في 3 بكام؟ 12، يبقى الإجابة رقم ب. السؤال الخامس بيقول لي من عوامل العدد 35. الخمسة ليه؟ لأن الخمسة في 7 ب35، فلذلك الخمسة من عوامل 35. السؤال السادس بيقول لي ما الصيغة القياسية للصيغة العددية 18,650,000؟ 18,650,000 فين بقى؟ 650، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. دي غلط ودي غلط ودي غلط. السؤال السابع بيقول لي تقريبا العدد ده الأقرب 10,000. طب العشرة كام صفر؟ العشرة صفر، والألف 3، يبقى كده 4. بص للرابع، الأربعة تدري التلاتة لأ، تبقى الإجابة 3. يبقى الإجابة 30,000، الإجابة رقم ج. السؤال التامن بيقول لي أسبوعين ويومين. هو عايزها بالأيام. طيب الأسبوع 7، يبقى الأسبوعين 14، زود عليهم يومين يبقى 16. السؤال التاسع بيقول لي مربع محيطه 28، يكون ضلعه كام؟ ضلع المربع المحيط على 4، يبقى 28 على 4 فيها 7. السؤال العاشر بيقول لي إذا كان A في 4 بيساوي 40، يبقى قيمة ال A تساوي كام؟ قيمة ال A ب10، لأن الأربعة في 10 ب40. سؤال 11 بيقول لي العدد الذي يساوي 5 أمثال السبعة، فأنت هتضرب الخمسة في 7 بكام بقى؟ أيوه 35. سؤال 12 بيقول لي اقسم 700 على 7 فيها 100. سؤال 13 بيقول لي 8 متر و45، يبقى 845، لأن ال8 متر 800 يزود عليهم 45 يبقى 845. سؤال 14 بيقول لي صندوق كتلته 5 كيلو و700 جرام، يبقى كتلته بالجرام، يبقى 5700. سؤال 15 بيقول لي 13 زائد صفر يساوي 13، تسمى خاصية إيه؟ أيوه المحايد الجمعي، العنصر المحايد الجمعي، لأن هنا في صفر. نيجي بعد كده للصفحة التانية، بيقول لي إيه؟ أي من المعادلات التالية تحقق خاصية الإبدال؟ 7 زائد 8 8 زائد 7، طالما اتبدلت يبقى هي دي الإبدال. سؤال 17 بيقول لي العدد مقرب لأقرب مليار، يعني في 9 أصفار. طب نبص للسبعة ديت اللي هو العدد التاسع. السبعة كريمة تزود الستة تخليها 7، يبقى الإجابة المفروض 7 مليار، اللي هي رقم بقى. سؤال 18 بيقول لي حل المسألة دي. الأول حاجة القسمة دي 8 على 4 فيها الاتنين، بعد كده تطرح 24 ناقص 2 يبقى 22، زود 6 يبقى 28، يبقى الإجابة 28 رقم بقى. سؤال 19 بيقول لي باع مخبز 1232 قطعة زلابيا في يوم، فإذا باع المخبز 876 قطعة في الصباح، فإن عدد القطع التي يبيعها خلال بقية اليوم. هنطرح الرقم ده ناقص الرقم ده، ناقص 876. 2 ناقص 6 ما ينفعش يستلف، سلف من 3 دي تبقى 2 ودي 12. 12 ناقص 6 6. 2 ناقص 7 ما ينفعش يستلف. 12 ناقص 7 5. 1 ناقص 8 ما ينفعش يستلف. 11 ناقص 8 3، يبقى 356 قطعة، الإجابة رقم أ. سؤال 20 بيقول لي يمكن وضع الرقم مكان المربع. بص هو هنا كده عايزها صغيرة، أيوة عايزها صغيرة، أختار أصغر واحد.
مش دي الصغيرة؟ اختار أصغر واحد. سؤال 21 بيقول لي اضرب. ماشي نضرب. الاتنين في 8 ب16، 6 ومعانا الواحد. الاتنين في 2 ب4 وواحد 5، والاتنين في 3 ب6، يبقى 656. الإجابة رقم ب. سؤال 22 بيقول لي عند إجراء عملية القسمة كان خارج القسمة 40، يبقى الباقي كام؟ لو أنا ضربت ال40 في 6، 4 في 6 24، 240، يبقى الباقي كام؟ عشان أوصل لل244 4، يبقى الإجابة 4. رابعا بيقول لي أوجد طول الضلع المجهول باستخدام المحيط المعطى. طيب هو ده عرض صح؟ طب العرض بيقول لك إيه؟ نص المحيط ناقص الطول. طب نص ال60 كام؟ 30 ناقص الطول 20، يبقى العرض 10. 30 ناقص 20 10. سؤال 24 أوجد العامل المشترك الأكبر عين م أ للعددين 12 و8. 12 و8. ال 12 2 في 6، الستة ما تنفعش خليها 2 في 3. التمانية 2 في 4، الأربعة ما تنفعش خليها 2 في 2. ما ينفعش أكتب الاتنين تحت التلاتة. إيه اللي اتكرر؟ الاتنين والاتنين، خد من دي واحدة ومن دي واحدة واضربهم في بعض، يبقى الاتنين في 2 ب4، يبقى العين م أ كام؟ 4. سؤال 25 يوجد 864 قلما من الأقلام الرصاص، ويجب تقسيم الأقلام بالتساوي على 4. يبقى دي قسمة، هتقسم 864 على 4. نحلها كده. فالاتنين نضرب 8 نطرح، نزل ال6 فالواحد نطرح 2 نزل 24 على 4 فال6، يبقى الإجابة 216. تتأكد من حلك لو أنت ضربت ال4 في 216 وطلع الناتج 864. 26 بيقول لي طريق طوله 675 كيلو، قطع منه القطار مسافة 239 كيلو، فما المسافة المتبقية؟ الباقي بتطرح الكبير ناقص الصغير. 675 ناقص 239. 5 ناقص 9 ما ينفعش يستلف، تبقى دي 6 ودي 15. 15 ناقص 9 6. 6 ناقص 3 3. 6 ناقص 2 4، يبقى 436. 436 كيلو متر. وبكده نكون حلينا صفحة 243 والاختبار كامل اللي هو محافظة المنوفية. طبعا محافظة مهمة جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وانتظروا بقى حل المحافظات للرياضيات 2024. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.